نرجع بقى للنقطة اللي احنا كنا واقفين عندها، وهي الجيت اي بي اي ده. وهنا بقى نيجي للريتيرن تايب. الريتيرن تايب ما ينفعش ان هو يكون دايناميك. فانا عملت بالفعل الكلاس اللي هو مقابل للماب الكبيرة دي، واللي اسمه whether API response. بس هحتاج ان انا اعمل له import. فهعمل import whether API response .dart. بس هو هنا مش قاريه. طب هو ليه مش قاريه؟ هو هنا مش قاريه لان هو مش معاه في نفس الفولدر. فعلشان إيه، عشان اوصل له في اللي هو في ده، في الموديول ده عموما، هحتاج ان انا احدده بتفصيل اكتر. هو ثانية ان انا هعمل باكج للوزر. باكج ويزر اللي هي البروجكت اللي عندي، اسم البروجكت، او اللي هو يعني اقصد همشي هوصل للوزر اي بي اي ريسبونس ده من بره خالص لجوه عادي بشكل كامل. انما لما كنت بكتبها بس اللي هو اسم الفايل، فده كانت بشكل نسبي، ان هو بص في الفايلات اللي جنب الفايل ده. تمام. فهبدأ المسار من الأول بإن أنا بكتب أول حاجة باكج، بعدها نقطتين فوق بعض، بعدها اسم البروجكت اللي عندي، وبعدها اللي هو فورورد سلاش. والفورورد سلاش دي بعدها بحدد الفولدر اللي هو، يعني أنا هنا أكني وصلت عند الليب فولدر اللي هو لما كتبت اسم البروجكت. فبعدها بقى ببدأ أحدد هو موجود فين، في الداتا ولا اليو اي. فبلاقي إن هو في الداتا. بعد كده جوه الداتا موجود في إيه، اللوكال ولا المودلز ولا النتورك. هيبقى عندي في المودلز. بعد كده اتقرا معايا تمام. جوه بقى الجيت اي بي اي داتا. فالمفروض ان انا هعمل هنا، هستخدم الموديول بتاع ال HTTP. هعمل له import HTTP. تمام. واخلي الميثود دي async علشان هعمل await دلوقتي. وهعمل final response او request مثلا بتساوي await HTTP. لا، هحتاج اعمل import ده as HTTP، او ماشي، خلينا نعملها as HTTP وهوضح لكم دلوقتي. as HTTP dot get. بعدها بديها ال URL. ال URL بديهوله في شكل URI. تمام. او لا، كان تقريبا URI.http. تمام. وبديله ده هنا. تمام. ففعليا المفروض ان هو كده تمام. انا عملت بنادي على الريكوست. بعد ما بينادي على الريكوست او قبلها الاول حتة يعني كانت انهي، حتة اللي هو الاز اتش تي تي بي دي. حد يعرف ايه اهميتها او ليه عامل الاز اتش تي تي بي؟ تهيألي اتذكرت في الفيديو. مجرد انستنس باخده من الباكج وبشتغل بيه طول طول البروجكت بتاعي. تمام. ان انا بس مجرد بدي اسم، بحيث بدل ما اكتب مثلا جيت على طول، وهتشتغل عادي لو انا شلت ال HTTP دي. بس فعليا وانا لو عندي كذا 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 ميثود، فجيت دي انا عايزها تبقى محددة اكتر يعني. فنوع من التسهيل على نفسي ان انا بعمل حاجة اسمها alias او اللي هو الاز. ان انا بدي اسم للباكج، واوصل للميثودز والمتغيرات اللي جواها من الباكج دي. بعد كده في حاجة عندي في الريكوست دي، اللي هو الريكوست دي اللي رجعت لي.
اللي هي من نوع ريسبونس. في غلطة هنا، بس أنا فعليا كنت سايبها علشان مش فاكر الريتيرن تايب، ان هو ان انا محتاج ان انا احدد الريتيرن تايب بالظبط. احدده ازاي؟ عن طريق ان هو برضو بوصل له من ال http دوت response. تمام. http دوت response. تمام. بعد كده الريكوست دي لما هعمل دوت هلاقي عندي شوية متغيرات كده، والمتغيرات دي كلها هي معلومات اكتر عن الريكوست اللي انا عملتها دي. الريكوست دي اللي هي كنا اتكلمنا ان هي يا اما جيت يا اما ابديت يا اما ديليت يا اما بوست وهكذا. من اهم الحاجات اللي فيها حاجتين: البادي والستاتس كود. الستاتس كود لو سرشت كده على النت كتبت http status codes وسرشت دخلت على اي موقع منهم، هلاقي ان هي عبارة عن اكواد، واللي هي ارقام بتعبر عن حالة الريكوست اللي تم. يعني ايه؟ يعني هلاقي ان هو لو الريكوست تمت بنجاح هلاقي ان هو الستاتس كود ده رقم بين 200 و 299. لو في ايرور من السيرفر نفسه، من السيرفر اللي هو اللي عليه الداتابيز نفسها، هيبقى من 500 ل 600. لو ايرور عند اليوزر نفسه ان هو الداتا مثلا غلط او الانترنت مفيش انترنت مثلا او كده، هنلاقي ان هو الايرور الستاتس كود بين 400 500. يهمني في كل ده ان هي لو العملية ناجحة بتبقى بين 200 و 300. فهعمل ايه؟ اعمل if request dot status code اصغر من او يساوي 299 and request dot status code اكبر من او يساوي 200. فكده معناها ان هي تمت بنجاح. فهعمل هنا ايه بقى؟ هروح انا دلوقتي محتاج اوصل للداتا اللي جات لي من ال API. اوصل لها ازاي؟ من خلال البادي اللي عندي. هنا عندي request dot body اللي هو العنصر التاني المهم. الاقي ان هو هيكون راجع في شكل جيسون او اللي هو string، ولكن هو فعليا جيسون، فاحتاج ان انا اعمل له ديكود. هنادي على جيسون ديكود. تمام. وكريت هخزن القيمة بعد ما هيتعمل لها ديكود في متغير اسمه وليكن final جيسون ريسبونس مثلا او جيسون بودي. تمام. وهخليه دايناميك عادي او ان انا احدده ماب key value، لانه بعد ما هيتعمل له ديكود هيبقى هيرجع لي في صورة ماب. تمام. اخر حاجة بقى عندي وهي ان انا اعمل ريتيرن او ان انا اكريت الاوبجكت الجديد بتاعي اللي هو من نوع ويزر API response. سميه مثلا ويزر API response عادي، ان هو بيساوي ويزر API response دوت from map واديله الجيسون body. تمام. بعد كده هعمل return للويزر response ده. حلو. طيب جميل. كده if condition ان هو لو هي ناجحة حلو، يشتغل زي الفل. طب لو مش شغالة بقى، المفروض ان هو هنا يديني ايرور فعليا ان هو ان هي مش شغالة. فانا هعمل هنا رو ان انا هخليه يبعت ان في ايرور هنا. الثرو دي هتوصل لي في الفيوتشر بيلدر
يعني هو فاكرين لما كنا بنعمل فيوتشر بيلدر السناب شوت هاز داتا او هاز ايرور وكده، فالثرو دي تخلي السناب شوت يكون فيه ايرور، اقدر ان انا اجيبه واقول مثلا request failure، وممكن ان انا اعمل مثلا زائد request دوت body مثلا، لان هو البادي لو حتى لو مفيش request هيكون بيحتوي على الايرور نفسه. تمام. و تمام، هو هنا بس كان محتاجها تبقى future. تمام. فكده المفروض الجيت اي بي اي عندي تمام. طيب حلو قوي. بعدين فبعدين بقى هعمل الابلكيشن اللي عندي، بس اختصارا هخليه كده، خليه مجرد بس بيعرض الداتا اللي هترجع لي من ال API get في شكل تكست بس. تمام. المفروض ان انا هعمل my home page، يعني له stateless عادي. مش عارف ليه حاسس ان انتوا نمتوا وانا وديسكورد ده قفل اصلا. قولوا حاجة يا شباب، يعني حد يقطع الكلام. نفسي مستنية الريكورد ينزل عشان ارجع اشوفه من الاول بقى. طب الناس التانيين اللي معايا من اول ما بدأنا. طب واحنا عملنا ستيتلس ليه؟ عشان مش محتاجها stateful. عشان نعمل ستيت خالص؟ لا، ما هي دي بقى اكبر ميزة للفيوتشر بيلدر الصراحة. فيوتشر بيلدر من الويدجتس اللي ايه، يعني حبهم عشان هتستخدمهم كتير. وانا عندي سؤال، هو في شكل التاسك كان بيبقى فيه الوزر في النص كده والخمس ايام او السبعة تحت، فاللي في النص ده هيتعرض ازاي؟ مش ده المفروض ان انا كنت اجيب له الكرنت؟ ما هو هجيب الكرنت عادي. ما هو انا دلوقتي الليست الليست اللي جوه اللي هي جوه الويزر اي بي اي ريسبونس، الليست دي بتبقى بتحتوي على 40 رد. تمام. 40 رد دول اللي هم كنا بصينا عليهم هنا، ان هي ده كل 3 ساعات. بالظبط. اول واحده فيهم اللي هي الحاليه، او اللي هي يعني هي فعليا من ساعه بالظبط، يعني اللي هي الحاليه عادي. اقدر ان انا استخدم اول واحده فيهم دي، او اقدر ان انا استخدم يعني استخدم العنصر اللي التاريخ عنده نفس تاريخ النهارده، لان هي فيها التاريخ بتاع النهارده. وانا عندي سؤال، هو دلوقتي كان في كذا اي بي اي، في مثلا بتجيب 30 يوم. الابلكيشنز اللي بتبقى على التليفون بتفضل مستمرة دي، هل هما بيفضلوا يحدثوها يعني ولا هما بيعملوا ايه بالظبط؟ قصدك اللي هو يعني اليوزر نفسه بيعمل ابديت للابليكيشن او لا؟ لا، مش اليوزر، هي فكرة ان ال API مثلا هتحلي، لو انا جبت اللي هي بتاعت ال30 يوم هتجيب لي 30 يوم، وبعد ال30 يوم خلاص هو المدة عدت، هحتاج ان انا يعني اعمل ريفرش واجيب 30 يوم اللي بعده. دي بتتجدد بشكل اوتوماتيك في الابليكيشنز الكبيرة. ايوه، ما هي دي يعني. هو ده سؤال مهم الصراحه، وهو يعني دي من وظائف الاي بي اي. من وظائف الاي بي اي ان انا عايز خدمه معينه، وليكن هنا ان انا محتاج بيانات للطقس اللي عندي، وبيانات للحال بتاع دولة معينة من حيث الطقس وكده. فبدل ما انا يكون ليا قمر صناعي ليا مثلا، فاقدر ان انا استخدم خدمة حد بيوفرها لي. الشخص ده متكفل ان هو بيعمل ابديت للخدمة دي، محافظ على ان هي مفيش مثلا السيرفر عندهم يقع مش عارف ايه. ده من مميزات الكلاود. تمام. نفس الكلام على الاي بي اي، في مجموعه من الاي بي ايز المهمه، وكويس ان انت فكرتيني ان انا اذكرها، تبع جوجل نفسها. وان شاء الله قدام نتعامل مع حاجات بسيطه، ودي يعني فعليا لو كنا هنستخدم موضوع السيرش
ان هو ثانية. لو كنا هنستخدم موضوع السيرش على على اللي هو مدينة معينة او كده، كنا هنحتاج نتعامل مع اي بي اي من الاي بي ايز دي. لحظة. اه ف الاي بي ايز دي زي، لا عايز، ايوه اهي كلاود كونسول. تمام، هي دي الكلاود كونسول. جوجل عليها مجموعة من الاي بي ايز. يعني ايه بقى؟ يعني ايه شركة عليها اي بي اي اقدر استخدمها وهي ما عليهاش داتابيز ليا؟ لا، ما هو مصطلح بقى الاي بي اي ده بيشمل حاجتين او بيشمل حاجات كتير، منهم حاجتين مهمين. الحاجة الأولى إن هو إن أنا عندي الداتابيز الخاصة بيا، بقدر إن أنا أخزن فيها البيانات بتاعتي وأعمل أبديت عليها وكل الكلام ده. الحاجة التانية بقى إن هو خدمة بستخدمها، واللي هو تبع المصطلح الكلاود، ان انا في عندي خدمة معينة بقدر ان انا استخدمها من عند شركة معينة. غالبا النت معلق بس. فالخدمة دي بستخدمها ازاي؟ بستخدمها من خلال ال API عادي. يعني استخدم ال API بتاعتهم عشان مثلا اجيب بيانات عن اللوكيشن الحالي ليا، او API تانية مثلا علشان اكونكت بالجوجل درايف مثلا، وهكذا. هو النت معلق يعني. بس ده من الأشكال الهامة جدا لل API. النت هنا مش مستقر للأسف، ربنا يستر. فهي في APIs كتيرة جدا اهي. يعني في في عندي 15 بيج، كلهم عبارة عن APIs. بس هو النت يعني ايه مش مستوعب. وواحدة منهم اللي هي المابس بتاعت جوجل. تمام، هبعت لكم اللينك. واحنا بقى بنكريت الفيوتشر بيلدر، هننادي على الميثود بتاعت الجيت. لحظة، الأول محتاجين إن احنا نعمل import ليها. نعمل import بنفس الطريقة، إن هو package wizard data، بعدها network. احنا دلوقتي عايزين ننادي بقى على اللي هو الميثود بتاعت الجيت، إن احنا نديها future builder. نعمل wizard API، نعمل create object منها، بعد كده دوت get API data. ده كده الفيوتشر اللي عندي. جوه السناب شوت دي اعمل ريتيرن للي هو سنتر والتشايلد بتاعه سيركل بروجرس انديكيتور. هو احنا كده كريتنا اوبجكت اهو من ايه بالظبط؟ من ويزر. من الويزر. اه مش بنقعد نعمل فار مثلا نعمل اسم اوبجكت لا، يساوي. ما هو ده، دي اللي هو الانونيمous اوبجكت، ان انا مش محتاج، مش هستخدمه في حتة تانية غير هنا بس. فمش محتاج ان هو اخزنه في متغير منفصل لوحده. تمام. معلش ينفع تاني؟ انا هنا اديتها الفيوتشر دي، كريت اوبجكت جديد من نوع ويذر اي بي اي. بعد كده ناديت على الجيت اي بي اي الداتا اللي جواه. زي يا جماعة حتة ان انا مثلا اعمل سنتر دي، هل انا خزنت سنتر دي بره؟ لا عادي، يعني انا مش محتاجها في مكان تاني غير المكان ده.
فرحت منادي على الكونستراكتور بتاعها على طول. فده اللي هو المصطلح الانونيمous اوبجكت اللي هو في دارت ومعانا في فلاتر على طول. بعد كده هنا مثلا مش محتاج يعني هعمل ريتيرن الكونتينر فاضي وهعمل برنت للداتا بس بحيث ان هو ايه اتاكد منه. بس في الفيوتشر بيلدر هنا فوق هحدد نوعها ان هو هيبقى whether API response واروح اعمل import الجميل models whether API response. وهعمل هنا سناب شوت برنت لل سناب شوت دوت داتا واعمل دوت تو ماب بحيث ان هو ايه اتاكد بس ان الداتا كده يعني دوت تو سترينج بس هو لازم عشان يعني ممكن يبقى مهم. طيب لو ده كده لو معاه داتا، لو معهوش داتا فممكن يكون معاه ايرور. هعمل برنت للسناب شوت ايرور دوت تو سترينج، ولو معهوش ولا داتا ولا ايرور فهيكون لسه بيحمل، فبعمل ريتيرن اللي هو السيركلر بروجرس كده. فخلينا بقى نجرب نعمل ايه رن كده ونشوف. طب عمر، وانا لو عايز مثلا ما جبت اليوم الاول واخد اول ليست، مثلا اليوم التاني اخد الليست رقم 9 تاني كده وهكذا بقى. يعني انا مثلا انا عندي 5 ايام، عايز اخد اليوم الاول اقوم واخد منه الليست اللي هي الاولى، عايز اخد اليوم التاني اقوم واخد الليست التاسعة، افوت 8 يعني واخد اللي بعدها، فاهمني؟ لا ممكن تعمل ايه، هي ده اقتراح يعني ان انت تشوف فاضل كام ساعة وتحسب المفروض يوصل عند العنصر الكام وقتها وتشوف. بس ده يعني ما انصحش بيه. الاقتراح التاني ان انت ممكن تعمل سناب شوت دوت داتا دوت ليست دوت وير، ان انت بقى تسرش على الاليمنت المحدد ان هو element دوت اسمه ايه دي تي تكست دوت ستارتس ويز بعدها التاريخ اللي انت عايزه مثلا 10 من 23. فانت كده بقى معاك اول عنصر في اليوم ده، بس اول عنصر يعني مش هيجيب لك لستة مثلا فيها كل العناصر بتاعت اليوم ده. فاهم بس قصدي؟ كده مثلا تاني يوم، ما يوم 23 ده مش هيبقى ما انت هيبقى مش هتعملها كده بقى. انت هتعمل ايه؟ هتقوم جاي مثلا عامل هتخزن الديت تايم دي مثلا بيساوي ديت تايم دوت ناو بحيث ان هو بقى يبقى دايناميك اكتر دوت ناو، وتعمل هنا ايه starts with دي دوت year مثلا بعدها زائد داش. فاهم انا بعمل ايه دوت مانث. ايوه، عشان يفضل يبدأ من اول يوم هو. اللي هو يبقى الموضوع دايناميك بقى مش تبع بعد كده زائد واحد مثلا. بس هو طبعا هنا عمال يديني ايرور لان هما دول من نوع انتجر وانا محتاج احوله string تقريبا. ولا ثانية، لا ده هو محتاج knowledge check. بس لا هو محتاج غالبا دوت تو string اهو. فبحيث ان هو يبقى بيحسب كل يوم بشكل منفصل. فانا كل الداتا دي بقى هحطها جوه الكونتينر اللي هو بتاع الريتيرن. انا بعمله كده بس بحيث ايه حاجة يعني مؤقتة بس، انما هو ولا هحطه بقى في الكونتينر او اعمل لا. انت يعني انت هتعمل ايه بقى؟ انت هيكون معاك يعني انت فكك بقى من ده كله. انت المفروض معاك هنا فوق مثلا weather
API response تخليه مثلا response object مثلا. تمام. هتستنى هنا لو هو has data هتعمل response object بيساوي السناب شوت دوت داتا، وهتبدأ بقى تبني اليو اي بتاعتك عادي جدا، وتوصل للبيانات اللي انت محتاجها جوه اليو اي اللي هو التمبريتشر والحاجات دي كلها من خلال الريسبونس اوبجكت. بشتغل في السكافولد فوق عادي، اه الداتا هي فوق اشتغل بيها بقى من خلال الاوبجكت اللي انا عامله. اه بالظبط. استنى. تمام. هو هنا بقى بيديني ايرور في في اللي هو ال API نفسها، إن هو ثانية كده. واحنا لما كنا بنجيب الاي بي اي كنا بنعمل له يو ار اي دوت بارس. مش دوت اتش تي بي، مش اتش تي تي بي. لا، امم المفروض ان هو فعلا دوت بارس كده. تمام. ليست دايناميك. بس انت مش عامل ريتيرن حاجه. لا لا، في مشكلة في الليست. في اليو اي ايه؟ دي مشكلة يو اي تقريبا. لا لا، بيقول لك list dynamic is not sub type of list map. فهي على كده. فكره انا جالي بقى الايرور ده كتير قوي وانا بشتغل ومش عارف اعمل ايه، مش عارف جاي منين. هي متهيألي هنا بسبب دي مثلا. ثانية كده. أو عموما هي بسبب تحويلة من التحويلات اللي هو زي كده. فاحنا هنجرب كده ونشوف. لسه دايناميك ودايناميك. هي غالبا دي أو واحدة أختها يعني. متهيألي ما فيش ليستات تانية غير دي أصلا. تمام. int is not subtype. طب فين بقى؟ كده احنا يعني هي في هنا مشكلة اللي هو الداتا تايبس، ان انا في string في هنا انا حاطه كانتجر. هيبقى فين بالظبط؟ هنشوف ثانية. تهيألي ده string يعني. مينفعش ان احنا نكتفي بشرف المحاولة في ال API. لا للأسف. يعني حواراته كتير جدا، يعني ليه كل التعب ده؟ يعني هو بس في الأول بتبقى الحاجات الصغيرة دي هي اللي رخمة، بس بعد كده بتكون سهلة يعني متقلقش.
يعني كنت بقول قبل ما انت تدخلي ان هو فعليا في الابليكيشن انت مش بتتعامل مع اي بي اي واحد، ممكن تتعامل في الابليكيشن مع 5 10 وتلاقي ان هو الموضوع الكلاسز مثلا يوصل معاك ل20 او ازيد، ولكن بيبقى مش هتحتاج تعمل 20 لكل اي بي اي منهم، لا يعني تبقى الكلاسات مشتركة ما بين. خلونا نبدأ بالسيتي. مش عايزنا ان احنا نستخدم بلجنز هتقلل نسبة الايرورز. بس هتزود نسبة البصم، صح ولا ايه؟ بس احسن من الايرور بصراحة، اكيد يعني. لا، ما هو الايرورز دي علشان بس انتوا في الاول يعني، بعد كده بعد كده ان شاء الله يبقى طباعته احسن عن الايرورز. تمام، هي دي وهذا المشكلة ان شاء الله. باب الازمات طيب. مم. سؤال كده وانت بتدور، لو انا مثلا في اللي هي الليست الكبيرة بتاعت اليوزر اللي فيها 40 حاجة، مال. لو انا عايز اخد الداتا اللي في الاولى مثلا او في الخمسة الستة، بخش لها ازاي يعني؟ اخد الاندكس بتاعها ازاي؟ تاني كده، انت قصدك اللي هو عايز توصل لليوم الكذا مثلا؟ اه يعني مثلا قلت لي اول لستة، تاني لستة، تالت لستة، قصدي ايه، تالت عنصر، رابع عنصر كده. ما انت هتوصل له عادي بالاندكس بتاعه، ولا انت قصدك على ايه بالظبط؟ بالاندكس بتاعه. ايوه عادي، ما هي لستة طبيعي، فاهم قصدي؟ هي لستة عادية، بس انت بس ايه، طيب، هي الصعوبة في اللي هو انهي يوم فيهم بقى، فاهم قصدي؟ بسم الله. طيب بالنسبة للايكون او معرفش بقى هي ايه بالظبط، اللي هو بتبقى مثلا شكل شمس او شكل سحب وشمس والحاجات دي بتيجي من الاي بي اي، ولا بعمل ايه كونديشن، ولا ايه بالظبط؟ لا او دي. لو في بتيجي من الاي بي اي بتكون فين بالظبط؟ لا، هي مش بتيجي من الاي بي اي، هي دي يعني هتحتاجوا ان انتوا مثلا تجيبوا كذا ايكون من على النت، يعني من احسن المواقع الصراحة اللي تقدروا تجيبوا عليها ايكونز، اللي هو هو موقع على فلات فكرة ايكون. الموقع اللي انت بعته مدي لينك، اللينك بيتغير فيه بس آخر 3 حروف، وال3 حروف دول موجودين أصلا في ال AI ده اللي هو اسمه ايكون. قدامك أو اسمه ايه، بيقوم مرجع لك مثلا بوينت فور، مش عارف ايه، كذا كذا كذا، كل واحد اللي هو بتغير. فلات ايكون ولا ايه؟ انهي موقع فلات ايكون ولا ايه بالظبط؟ لا، اللي انت مديهوني اللي مدينا منه الاي اي. اوبن ويزر، يعني اه في طريقة تقدر تجيب بيها الايكونز من عليه قصدك ولا؟ اه هيديك اللينك، انت هتحطه سترنج وتعمل دولار ساين وتحط الفاريبل ده، هو يتغير، ايكون بتتغير، بتيجي من النت يعني. مم. ايوه فاهم. بس ثانية كده. هنا ايه يعني، حلو كويس ان هي جت هنا. طيب دلوقتي انا عندي مشكلة، وهي ان في قيمة جاية لي دبل، يعني هو بيقول لي double is not a subtype of int، يعني انا عندي المتغير من نوع int بحاول احط جواه قيمة من نوع double. تمام. طيب حاجة شبه كده انا. اول حاجة نخليها دبل او نخليها نم، هو ينفع نحطهم نم؟
ينفع بس برضه يعني لا يعني الافضل ان احنا نعرف المشكله في ايه بالظبط، بحيث ان احنا في تعاملاتنا جوه الكود نكون عارفين كل واحد ايه فيهم انتجر وايه فيهم دبل يعني. المشكلة ان ممكن اي حاجة ليها رقم عشري، بس احنا هو كانت في ال API هنا ظاهرة ان هي انت، بس انا قلت ان المفروض ممكن يحط لي مثلا لو هي 40 هيحط لي 40.0، بس طلع ان هو تقريبا بيحطه لو هو رقم صحيح ما بيحطش بوينت صفر. مم. بالظبط اه. فاحنا يعني احنا نحولهم دلوقتي كلهم عايزين دبل، ايه. نحولهم كلهم دبل يعني اسلم حل. إيه لا برضو ما كده مثلا في بعض المتغيرات هيديني ايرور لما اجي اتعامل معاهم كانتجر، زي مثلا الديت تايم. فلما الديت تايم علشان اعمل from milliseconds since epoch فلازم يكون عندي انتجر. فاهم قصدي؟ هو في طريقة ابسط لان انا اكتشف الايرور، وهي ان انا اعمل شوية جمل برنت. تمام. او يعني ايه، يعني انا مثلا هنا هو مديني الايرور double double is not a subtype of int. تمام. فالمفروض اول كلاس هو بيدخل عليه او اول from map بيدخل عليها هنا اللي هو الويذر اي بي اي ريسبونس، بس انا رجعت دول لقيت ان هم مظبوطين، ورجعت السيتي لقيت ان هي مظبوطه. فهي بالنسبه كبيره قوي مشكله جوه السنجل فوركاست ريد دوت فروم ماب. هنعمل ايه يعني؟ حركة كده ان هو انا عايز اعرف هي موجودة في انهي خطوة اللي بتديني الايرور ده. فهعمل بين كل واحدة منهم والتانية برنت كده، ده مثلا شوية داش بعدها واحد. تمام. وهنا أقوم جاي واخدها اخليها اتنين، هنا برضو خليها تلاتة. تمام. وهقول لكم دلوقتي يعني انا هستفيد ايه من ده. خليها خمسة، من دي خليها ستة، دي هخليها سبعة. تمام. بعد كده هعمل رن جديد او هعمل ستارت. فالفكرة في ايه ان هو يعني لما هيجيله برنت قبل ما يديني ايرور فهو هيطبع البرنت عادي بس مش هيكمل باقي البرنتات. يعني انا على سبيل المثال هنا طبع واحد وما طبعش اتنين، فعرفت على طول ان هي في الكلاس ده. فهمسك بقى الكلاس ده وراجعه، فلقيت هنا هو ده انهي اللي هو المين. عندي أول أربعة دبل دبل. تمام. بعد كده أربعة طيب ما هو المفروض فعليا هنا مظبوط. طب لحظة كده. لا انت is not، هو عكسها. ثانية كده نجرب، يعني احنا يعني مش عارفين نحدد انهي عنصر منهم برضو. نجرب كده ايه نفس الموضوع. افترض مثلا هنعمل خط بس، فبس ممكن ناخده نحطه في النص كده ونعرف هو في أنهي جزء منهم. نعمل هوت ريستارت. هي أو خلينا بعد ما نخلص الجزء ده. تمام. لسه يبقى هو المفروض فوق. في التمبريتشر. يعني هي المشكلة في التمبريتشر يعني كده. طيب ما هو التمبريتشر عندي
هو التمبريتشر هنا هو جاي لي في الاي بي اي كانتجر، بس هو المفروض دبل، فممكن ان انا اعمل as دبل خلاص، بحيث ان انا احوله لو هو مش لو هو مش دبل فخليه دبل. ثانية. ما بيجيبش مكان الايرور يعني. آه، مش عارف. ثانية. طيب انت سمعت صوت. ما هو المفروض. طب جرب طريقة تحويل تاني. دبل دوت دبل دوت بارس. لا، هو علشان هنا محتاجها أصلا string جوه البارس. هو هو المفروض يشتغل، بس نفس الكلام على كلهم، فاحنا ممكن نعمل ايه حاجة أضمن، إن احنا نعمل في كل دول دبل دوت بارس، يعني إن احنا نخليه بيحولها سواء دبل أو انتجر، بيحولها للداتا تايب المظبوط اللي أنا عايزه. تمام. فهنا دول هيبقوا هحولهم لدبل، وهنا دول هحولهم لانتجر. نعملها دوت تو سترينج، لأن البارس محتاجة إن هي تبقى دوت تو سترينج، دي هعملها دبل دوت بارس دوت تو سترينج. حلو. هو كده خلص اللي هو الكلاس ده، واشتغل يعني كمل لحد 4، بعدها وقف في البوينت تاني بسبب نفس الموضوع. أعمل دبل بحيث إن أنا أضمن إن هو ما يدينيش ايرور في الأرقام دي وخلاص. وهنا برضو أعمل الاتنين الانتجر دول بس. لا، نسيت أعمل دوت تو سترينج. هو الفكرة إن هو هنا راجع لي كدبل، وهو المفروض متوقع على إنه string. ممكن أعمل إيه؟ ممكن إن أنا. تمام، حلو. ممكن في اقتراح إن هو بدل ما أخليها دوت تو string، ممكن إن أنا أحولها سواء integer أو number، بيبقى في ما بينهم قيمة. نفترض إن أنا مثلا 22 دوت تو، أو خلينا لو عندي مثلا متغير int x بيساوي 23 مثلا، في عندي x دوت to to string as fixed. to string as fixed ده شغال على الانتجر والدبل، بيحوله من يعني لعلامة عشرية معينة. فممكن لو خليت اللي هو الرقم علامات عشرية، ان هو لو يبقى جنبها مثلا بعدها صفر او صفرين او ثلاثة وهكذا، فممكن ان انا اخليها بصفر بحيث ان هو يحولها كسترنج على طول. ممكن اشوف برضو لو هي فيها راوند فتبقى احسن كمان. هي لقيت راوند، فممكن ان انا قبل التو سترينج اعمل راوند، بحيث ان هو سواء دبل فهي هيحولها للرقم الاعلى، وسواء لو انتجر فهيشتغل معايا عادي.
المفروض ان هو اشتغل فعليا، بس الفكرة ان القيم مش منتظمة، فعشان كده بس دي ساعة البوب دي get integer. هو فعليا دي مشكلة من ال API، إن هما القيم اللي حاطينها تختلف عن يعني الداتا تايب بتاع القيم اللي محطوطة مختلف عنها، بس هو الحمد لله كده اشتغل تمام. فهو هنا كده جاب لي الداتا وهو شغال عادي أوي، يعني أنا مش عارض حاجة هنا، بس هو كده جاب لي الداتا، فمعناها إن هو وصل على إن هو في الفيوتشر بيلدر راح لقى هاز داتا وطبعها لي عندي تمام.